ازيكم؟ عاملين ايه؟ القولون العصبي دي مشكلة بتقابلنا كتير قوي. ناس كتير لما بتجيلي بيبقى عندها مشكلة كبيرة قوي في موضوع القولون او القولون العصبي. طيب، هو القولون اصلا هو المكان اللي بيتبقى فيه باقي السوائل او الفيتامين او المواد الغذائية اللي الجسم معرفش يمتصها اثناء حركة الامعاء، فبيتبقى في القولون. طيب، ايه اللي بيحصل؟ بتحصل انه في اجسام ما بتقدرش تستحمل وجود المواد الغذائية دي، او ان هي تمتصها، او ان هي تنزلها في عملية الاخراج بصورة طبيعية. فبتحصل شوية اعراض، منها مثلا الام في البطن، او وجود امساك او اسهال او التهابات او تقلصات، وساعات بتؤدي الى وجود المشكلة دي الى اكتئاب او مضايقة أو قلة نوم أو صداع. ليها أعراض كتير، وكل جسم مختلف عن الجسم التاني. طيب، هل لما بعمل تحاليل أو بنعمل فحوصات بيبان لنا أي مشكلة في القولون؟ لا. ليه؟ لأن هي مشكلة مش في الأنسجة نفسها أو في الجهاز نفسه، لا، هي مشكلة في تتميم الوظيفة نفسها. عشان كده لما بنيجي نعمل فحوصات ما بيبانش ان عندنا مشكلة. فلغاية دلوقتي مش قادرين، يعني حتى الآن يعني ما قدروش ان هم يحددوا سبب المشكلة دي ايه، بس هي أجسام مختلفة عن التانية. طيب، ازاي ان انا احاول اعالج المشكلة دي؟ مبدئيا وانا في البيت كده، ان انا احاول اشوف انا ايه اللي كلته النهاردة او ايه اللي كلته وابتدى يتعب. في ناس بتتعب من الخضار، في ناس بتتعب من الألياف، وفي ناس الألياف بالنسبة لها أحسن. يعني ساعات لما بقول لحد مثلا بقوليات كل معاها كمية سلطة كويسة، الدنيا بتظبط معاها. في ناس الألبان هي اللي بتتعبه، في ناس المقليات، ودي كله المقليات وزيادة الدهون أو الدهون المهدرجة، السكريات، كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتعمل التهابات وبتسبب تعب في القولون. طيب، ازاي نعالج ده؟ ان احنا نبعد طبعا عن الحاجات اللي بتتعبنا. يبقى انا دلوقتي اول حاجة عرفت انه عندي مشكلة مثلا في الالبان، ابعد عنها. عندي مشكلة في الالياف الكتير او الالياف بتاعة الخضار، ابتدي ابعد عنها. طيب، لازم معظمنا او كلنا نتجنب المقليات على قد ما نقدر، او تقلل منها على قد ما تقدر. يعني تبقى مرة كل شهر، مرة كل اسبوعين، ده للفايدة العامة ولصحتك، ومنها كمان ان القولون هيتحسن جامد جدا. طيب، ايه تاني نحاول نعمله؟ ممارسة الرياضة. الرياضة هتساعد في حركة القولون ان هو يشتغل بصورة كويسة، وعملية الجهاز الهضمي نفسه ان هي تشتغل بصورة طبيعية. شرب مية كتير قوي ده هيساعد جدا في انه انت القولون يبقى احسن. ايه تاني؟ ان احنا نخلي بالنا من اي حاجة احنا بندخلها. السكريات من الحاجات اللي بتتعب جدا. فكرة الراحة كمان من الحاجات اللي هتلاقيها بتأثر معاك أو فرقت معاك إن أنت تتحسن وحركة الأمعاء تبقى أحسن والقولون يتحرك بصورة كويسة. حاول كمان إنه أول ما بتحتاج إن أنت تدخل التويلت تخش على طول. حاول ما تقعدش فترة أو ما تخزنش السوائل أو الحاجات دي في جسمك لفترة طويلة، فتبقى بتحاول تتخلص منها أول بأول. ده كان ملخص سريع كده عن القولون، لأنه ناس كتير بتشتكي منه. كمان في حاجة من ضمن الحاجات اللي مهمة، فكرة التوتر أو القلق اللي ساعات بنكون فيه، ده ساعات بيأثر على القولون لبعض الناس. فحاول كده تظبط أكلك، تظبط وقتك، تريلاكس شوية، تلعب تمارين، تعمل تمارين استرخاء، تأمل. كل الحاجات دي هتفيد معاك قوي في تحسن عملية الهضم، وإن القولون بتاعك يكون بصورة أحسن كتير. لو عندك اي سؤال ابعتلي، ولو عايز المتابعات انا عامله باكج ابعتلي وانا هبعتلك PDF فيها كل التفاصيل. ولو محتاج اي حاجه انا معاك. ميرسي ليك خالص.